السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الأكلات الشتوية الجميلة اللي كلنا بنحبها القلقاس. أهالينا بقى وأمهاتنا وأجدادنا كانوا بيعملوا لنا القلقاس، وكانت الريحة بتوصل للشارع كله، الشارع كله بيبقى عارف إن في البيت ده حد بيعمل قلقاس، والعمارة كلها أو البيت كله بيبقى عارف طبعا من الريحة ومن ريحة الطشة الخضرة بتاعة القلقاس والسلق. عايزة اقول لكم يعني كانت طبعا انتوا عارفين ان هي كانت بتقلب الدنيا. طبعا اهالينا زمان كان في حبة كده بيغسلوا القلقاس، ومن اللي هم بيقولوا ان القلقاس لازم يتغسل، وكان في جزء يقول لك لا ان القلقاس ما يتغسلش. النهارده بقى حلت لكم القضيه دي وجبت لكم طريقه سهله جدا جدا لعمل القلقاس بطعم اهالينا زمان، بطريقة سهلة جدا جدا. هقولك ازاي تعمليه من غير ما تاخدي وقت كتير، من غير مجهود، وهيطلع بطعم وريحة زمان، وكمان بطريقة سهلة وبسيطة. هقولك تغسليه ولا ما تغسليهوش، وهيفضل قوامه معاكي ما يتقلش لحد اخر غلوة. قعد يومين، قعد 3 في التلاجة، كل ما تطلعيه وتغليه هيفضل بنفس القوام. هنعمل ايه بقى؟ هنا معايا قلقاسية دي وزنها كيلو. اهم حاجة اغسل السكينة وتكون ناشفة تماما، وايدي برضو تكون ناشفة تماما، والمكان اللي انا حاطه عليه القلقاسة يبقى برضو ناشف مفهوش ولا نقطة مية. وابتدي بقى اقشر القلقاسية بتاعتي كويس جدا، وبعدين اجيب فوطة برضو نظيفة وناشفة امسح بيها القلقاسية كويس جدا. انا الاول يا جماعة كنت بغسل القلقاس وانقعه وافضل انقع فيه واغسل فيه وانقع فيه واغسل فيه، علشان انا طلعت لقيت اهلي بيعملوا كده. لما جربت الطريقة دي بجد سهلة جدا وسريعة، ما بتاخدش وقت ولا مجهود، وكمان النتيجة مبهرة، احلى بكتير جدا من اي طريقة تانية. جربيها بجد مش هتندمي، وهوريكي تكاية اللي هتعمليها هيطلع معاكي احلى قلقاس، احلى شوربة واحلى طعم، وعمره ما هيتقل معاكي ولا هينزل النشا بتاعته، وهيبقى معاكي لحد اخر غلوة زي ما بقولك كده، زي اول غلوة بالظبط، مفيش اي فرق، وطعمه وريحته ولونه زي ما هو مش هيتغير. كده قطعت القلقاس بتاعي مكعبات ومعرضتهوش لميه خالص. هنا بقى التكايه بتاعتي، الشوربه بتاعتي اللي هحط فيها القلقاس، سواء بقى لحمه سواء فراخ، لازم تكون بتغلي بتقلب كده معاكي. ما ينفعش تكون بارده، ما ينفعش حتى تكون سخنه، ما ينفعش تكون دافيه، لازم تكون بتغلي وبتقلب معاكي. وتروحي منزله عليها القلقاس اللي ما تعرضش يعني ولا نقطه ميه ليه. هتنزلي القلقاس على الشوربه اللي بتغلي. طبعا لو ما عندك الشوربه، ميه بقى وشويه البهارات بتاعتك وشويه مكعبين مرقه، وهتبقى طعمها زي العسل. لازم التكايه دي يا بنات عشان ينجح معاكم القلقاس. وعايزه اقول لكم ما خدش دقيقتين وكان استوى معايا، يعني ما شاء الله القلقاس دلوقتي جميل وبيستوي بسرعه. هنا بقى معايا توم، حسب بقى ما انت بتحبي تكتري التوم او تقللي. ومعايا هنا حزمة سلق وشبت وكزبرة، غسلهم كويس جدا ومصفياهم. هنعمل ايه بقى؟ هنضربهم لا اما في الكبة او في الخلاط. انا هنا هضربهم في الخلاط، فحتى في الخلاط شوية من الشوربة عشان تسهل معايا الضرب. اهم حاجة الخضرة بتاعتي تكون صبحة كده وفريش، علشان يبقى ريحتها حلوة وطعمها حلو. ما تجيبيش بقى خضرة بايتة او دبلانة. هحط الخضرة كلها في الخلاط وهضربهم ضرب ناعم، يعني اضربيهم ما تخليهمش يعني خشنين، لا نعميهم على قد ما تقدري. وانا حطيت في الخلاط شوية الشوربة دول عشان يسهلوا عليا. شفتوا؟ ضربتهم على قد ما اقدر يا بنات، نعميها جامد. هنا بصوا مفيش مسافة دقيقتين على ما ضربت الخضرة في الخلاط لقيت القلقاس بتاعي استوى خلاص، يعني انا هطفي عليه. هنا بقى هصفي الخضرة، هنزل كده العصير بتاعها اللي نزل منها على القلقاس بتاعي، وهبتدي اصفيها كويس جدا. وهسيب بقى التفل بتاع الخضرة ده يتصفى لمدة 5 دقايق كده على طبق. انا مش عايزة اخلي فيه ولا نقطة مية، على قد ما اقدر كده اصفيه تماما من المية بتاعته. فحطيت كده تحتيه طبق وهسيبه 5 دقايق. انا قلت اسيبه 5 دقايق لحد ما القلقاس يستوي، بس ما شاء الله انا اصلا لقيت القلقاس مستوي لوحده. شايفين لونه جميل ازاي؟ بس احنا لسه ما خدناش بقى الطعم والريحة بتاعة الطشة بتاعة اهالينا زمان. انا هطفي عليه لاني لقيته استوى، وهبتدي بقى اسيب الخضرة بتاعتي تتصفى براحتها.
ونشوف بعد كده هنعمل ايه. شلت الحلة بتاعتي وحطيت الطاسة، حطيت معلقة من السمنة ومعلقة من الزبدة، هخليهم يسيحوا مع بعض كويس جدا. ما ينفعش زيت طبعا، مش بيبقى طعمه لطيف. لو بتحبوا الزيت ممكن تحطوا زيت زيتون، زيت ذرة، زي ما تحبوا. شايفين كده الخضرة اتصفت كويس جدا، والمية اللي نزلت من الخضرة دي برضو هروح اضيفها على القلقاس. على فكرة مش هرميها ولا حاجة، عشان ديك فيها فايدة وفيها طعم وريحة. هنا بقى الخضرة بتاعتي اللي اتصفت تماما نزلتها على السمنة بتاعتي وبقلبها لحد ما تتحمص معايا. درجة التحميص دي زي ما انت عايزة، كل ما هتتحمص كل ما هتغمق معاكي اللون وهتظهر الطعم اكتر زي ما انت عايزة. هنا خلاص انا ولعت على القلقاس لانه كان برد والدنيا برد، فولعت عليه بس هياخد غلوة مع الخضرة بتاعتي. نزلت عليه الخضرة بعد ما حمصتها، وانا بحب احمصها. عايزه اقول لكم بقى ريحته، بقى البيت كله عارف ان انا بعمل قلقاس، يعني طعمه ريحته بتقلب الدنيا كلها. وهنا بقى بنزل شويه شوربه كده من شوربه السلق دي وعلى الطاسه عشان انزل كل الطعم. وخلاص على كده وهغليه غلوه، وهيفضل معاكي لحد اخر معلقه كده، لا هيتقل معاكي ولا هينزل الماده بتاعته اللزجه دي ولا اللي هي النشا يعني، ولا هيتغير لونه ولا طعمه ولا اي حاجة خالص. حطيه في التلاجة زي ما تحطيه هيبقى زي ما هو. بصراحة والله العظيم حاجة في منتهى الجمال. شايفين الجمال؟ جنبيه بقى رز كده بشعرية وقدميه معاه وبألف هنا وشفا. وجربي الوصفة دي، اهم حاجة تكون الشوربة بتغلي، ما ينفعش تكون باردة، ما ينفعش تكون دافية، ما ينفعش حتى تكون سخنة، لازم تكون بتغلي وبتقلب معاكي. شوية بقى الرز بالشعرية، حتى لو مفيش فراخ مفيش لحمة هتقدري تعملي الوجبة دي كوجبة غدا، حلوة جدا ولذيذة وبألف هنا وشفا. لو كان عجبكم بقى الفيديو دوسوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس واكتبولي تعليق حلو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله تجربوها وهتطلع احلى من اللي انا عملتها.